هو أنا بشكل شخصي بصراحة مش بخاف خالص من موضوع السن ده، وما عنديش الحالة اللي بتنتاب ناس كتير لما تتسأل عندها كام سنة. بالعكس، طول الوقت بقول لو في برامج أو على الهوا أو في أي سياق كان أنا عندي 35 سنة ومبسوطة جدا بكده، وكل سنة بكبرها بحس إن أنا عندي جواها حاجة تتحكي، في شيء حصل في السنة دي أنا ممتنة ليه جدا. لكن بصراحة اللي بخاف منه بجد ان انا انطفي، ان انا افقد حماسي، ان انا يبقى كل الحاجات عندي محصله بعضها، ان لما اجي اتكلم تحس ان كلامي ما فيهوش حياه، اني بتكلم كده وانا نايمانه وما عنديش اي طاقه للحاجه اللي بقولها. بخاف افقد الشعره كده اللي عند الاطفال، اللي هو اجي احكي لك على حاجه حصلت لي بمنتهى الحماس والسربعه في الكلام واقول لك ان انا شفت مكان تحفه او اشتريت حاجه لازم ابعت لك صورتها دلوقتي. دي اكتر حاجه فعلا بتخوفني وانا بكبر، وبحس ان اي شخص هدخله حياتي لو هيكون سبب في كده فيا رب الهمني القدره ان اشم الريحه دي بدري واخرجه فورا. لان اكتر اشكال الاذى والتوتر ان حد يخليك تطفي، خليك وانت بتتكلم لا عندك طاقه ولا عندك رغبه ولا عندك شغف تجاه اي شيء. مجرد ان انت عدت عليك سنين حياه كده وعمر وانت فيها انسان ما اذيتش حد، وانسان بتجتهد في الدنيا وبتحاول، يجوز تكون لسه ما وصلتش لحاجه ملموسه وممسوكه، بس مجرد المحاولات دي هي حكايه تتحكي، وهي حاجه تخليك تقول عمرك بمنتهى الاريحيه. يعني احب جدا بقى اعرف رايكم في الكومنتات، انك لما تتسال عندك كام سنه فتتكسف تقول الرقم وتحس ان اللي قدامك هيبقى عينه كده كلها كلام، طب انت عملت ايه جوه الرقم ده؟ هل ده سبب بيخلينا نتكسف نقول عمرنا؟